السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده فيديو جديد، اتمنى رب يعجبكم. اللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس. ان شاء الله النهارده هنعمل بقسماط افران بطريقة سهلة وبسيطة بدون خميرة ولا تخمير. هنعمله بمقادير بسيطة وسهلة موجودة في كل بيت وتعمليه في اي وقت. شايفين اللون ذهبي ازاي؟ بقسماط لازق على والسمسم لازق كويس على البقسماط مش بينزل منه. هقول لكم برضو تك تكات الافران في عميل بقسماط ازاي بيفضل مقرمش معاكي، مش بيطرى، مش بياخد طراوة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كوباية مية دافية، عليها كوباية زيت، نص كوباية زيت مع عليهم معلقة كبيرة سمنة، حوالي 400 جرام دقيق، معاها معلقة كيك شيف. مش هنحط خميرة، هنستخدم بس لو مش عندك كيك شيف ممكن تستخدمي معلقة صغيرة بيكنج باودر. وهنلم العجين مع بعض لحد لما السوائل بس كده تختفي. بعد كده نعجن بايدينا، نلف كده العجين مع بعض. اهم حاجة انك تعجني العجين، ومش مهم ومش ضروري قوي ان يكون نوع الدقيق للمخبوزات. اي نوع دقيق هينفع معاكي، لان احنا مش محتاجين مطة، فبالتالي اي نوع دقيق موجود هتستخدميه. هنلم هنا العجين نحطه على الرخامة بتاعتنا، هنعجن فيه رايح جاي كده، نفرد ونلم تاني، نفرد ونلم تاني. دي افضل طريقة لما العجين مش هياخد معاك وقت وتقدري تحكمي فيه. هنلم كده مع بعض وهنحطه في البولة تاني، نرجعه في البولة، هنغطيه بأي كيس مطبخ وهنسيبه يرتاح. احنا مش هنخمر العجين لاننا احنا مش محطين فيه خميرة، احنا حاطين كيك شيف. فهنسيب بس العجين كده يرتاح شوية لحد لما نجهز الصواني بتاعتنا اللي هنحط فيها ايه البقسماط بتاعك. هنجيب العجين بتاعنا كده بعد ما ارتاح، يبقى سهل معاكي في الفرد وهتشكليه بسهولة معاكي، مش هيتقطع معاكي انت وبتفرديه. هنا نقطع العجين بتاعنا بحيث ان يسهل علينا ايه في التقطيع في الفرد بتاعنا. هنلمه كده كور تاني صغيرة ونركنها على جنب، وهنبدأ بأول كورة احنا كورناها. ممكن تفردي العجين بتاعك على الرخامة او بين ايديكي، الطريقة اللي تريحك اعمليها. نفرد هنا العجين بالحجم اللي انتوا عايزينه، عايزينه رفيع قوي، عايزينه تخين، زي ما انتوا عايزين. هنجيب هنا السمسم بتاعنا، هنحط حوالي معلقة سمسم. سر المخابز ان البقسماط يفضل باللون الذهبي معاكي وما يتحرقش منك في الفرن، انك تحط عليه رشة مية. تجيبي البقسماط بتاعك وتحط عليه رشة مية وتسيبيه، برضو ممكن تسيبيه عندك كده لحد ما تفردي العجين. المية بتخلي السمسم يشرب مية وما يتحرقش معاك، يبقى فيه نسبة رطوبة كده، ما يتحرقش معاك اول ما يدخل الفرن، لان البقسماط هيحتاج معاك وقت في الفرن طويل عشان خاطر يستوي ويتحمص معاك. فبالتالي طول المدة دي السمسم ممكن يتحرق منك في الفرن. فرشة المية على السمسم بتخلي السمسم يرتاح معاكي وياخد نفس الوقت بتاع البقسماط في الفرن وما يتحرقش، وكمان يلزق بكل سهولة على البقسماط بتاعك. مش هتحتاج انك تدهني وش البقسماط لبن او صفار بيض ولا اي حاجة. زي ما انتوا شايفين معايا كده هيلزق بكل سهولة انت بتفرديه، وتقدري تتحكمي في مقدار السمسم اللي انت عايزاه في البقسماط بتاعك، يعني زي ما انت عايزه. ومش هتهدري بقسماط، مش هتهدري سمسم كتير، هيلزق بكل سهولة على البقسماط بتاعك. شايفين زي ما انتوا شايفين قدامكم كده.
بكل سهولة هيلزق معاك. بعد ما يستوي مش هتلاقي سمسم برضو وقع منك كتير في الصينية بتاعتك، هتلاقي كل السمسم لازق في الصينية. طبعا بعد ما هنقطع كل الكمية بتاعتنا، هنسيبه يرتاح شوية لحد لما الفرن بتاعتنا هنبقى مشغلينها على درجة حرارة 200 فوق وتحت. ده قبل ما يدخل البقسماط بتاعك الفرن، هتبقى مشغلين الفرن من فوق وتحت لمدة حوالي 5 دقايق. اول ما نيجي نحط صواني البقسماط هنطفي الفرن من فوق، هنكتفي ان الفرن تبقى شغالة بس من تحت على درجة حرارة متوسطة، ما هياش عالية ما هياش واطية، درجة حرارة متوسطة. كده احنا ضمننا ان الفرن بتاعتنا سخنة، وضمننا ان درجة الحرارة هتبقى متوسطة على البقسماط، فبالتالي هيستوي براحته وهيتقرمش براحته وهياخد لون من فوق ومن تحت. مش هتحتاج انك تشغلي الشواية تاني، اننا احنا مسخنين الفرن من فوق ومن تحت. بعد ما يستوي مش هتحتاجي انك انت تشغلي الشواية تاني. وهتلاحظي ان اللون من درجة الحرارة لما هيقعد في الفرن عندك مش اقل من 45 دقيقة، هتلاقي خد اللون بتاعه من فوق ومن تحت، والسمسم بتاعك مظبوط، ولا هو ولا اتحرق ولا اخد لون جامد، هيبقى نفس لون البقسماط وهيستوي معاك ويتقرمش في نفس الوقت. مش هتحتاجي انك تطلعيه من الفرن تاني وتحمصيه تاني، لا، دي كده هتحطيه في الفرن مرة واحدة وهتحمصيه في نفس الوقت. كده الكمية بتاعتنا كلها خلصت. شغاله الفرن بتاعتي كده، وده بعد البقسماط ما طلع. شايفين اللون التحفه ده ما اشتغلتش عليه في الشوايه من فوق ولا اي حاجه، من تحت بس درجه حراره الفرن سخنه. شايفين اللون من فوق ومن تحت نفس اللون. اتمنى يا رب الفيديو يكون سهل وبسيط عليكم ويعجبكم. يا ريت لو عجبكم تنسوش تشجعوني، تحطوا لي لايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك وتفعلوا زر الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.